العقيق. أحجار العقيق في البحر تختلف عن الأحجار التي توجد في الطبيعة. في الطبيعة توجد أحجار العقيق خام ليست مصقولة. السلام الله عليكم أصدقائي متتبعيني قناة الجديدة، هذه قناة جديدة. اليوم راح نتكلم لكم على بعض الأحجار كتكون في البحر. وحاليا الأحجار في البحر كيلقاوها الناس في البحر، كيوريكم أحجار يقول لكم يا لقينا أحجار كريمة، وانتوما طبيعة الحال كتصدقوا هذا الشيء هذا. اليوم راح نثبتوا كلامنا ونوريكم بعض الأحجار اللي موجودة في البحر. هل البحر فعلا يعطي أحجار كريمة؟ هذا الشيء كله إن شاء الله غنشوفه في هذه الحلقة، ما تشوف بعيد. الحلقة الماضية قليل الناس اللي شافوا هذا وحبيت أول حاجة، أنا اسم ديالي عبد العالي، باحث في أحجار كريمة في المغرب مدة 4 سنوات. تواجدت في مناطق البحر كنقلب على الأحجار اللي كتدعي أنها أحجار كريمة على مدة 3 سنوات. الأحجار اللي كنلقى في البحر هي اللي غنذكرها لكم دابا، وهي اللي غادي تكون. أول حاجة كنلقاو النوع الكالسيت، والنوع الكالسيت كيكون في البحر. هذا النوع ديال الكالسيت ملي كيكون في البحر يختلف عن الأحجار التي توجد في الطبيعة. لماذا؟ لأن الكالسيت يوجد في البحر بعد التصادمات البحرية يأتي مصقول، يعني عنده طبقة ملساء. نعم، عنده واحد الألوان جميلة جدا، وهذه تسمى بالكالسيت. نعم، تسمى بالكالسيت. معظم الناس تلقاها على شاطئ البحر وتحبها الماسة أو أحجار كريمة أو لا أحجار نادرة، ولكن هي للأسف نوع الكالسيت. الكالسيت استخدامات ديالو هي صنع قلادات ومجوهرات وحلي. نعم الأصدقاء، وهو يتصنف من الأحجار شبه كريمة وليس من الأحجار الكريمة. أنا أتكلم عن النوع الأول، هو النوع الكالسيت. الحجر الثاني الذي يوجد في البحر وغالبا كيصادفوه كل باحث في أحجار كريمة على شاطئ البحر، ألا وهو أحجار العقيق. أحجار العقيق في البحر تختلف عن الأحجار التي توجد في الطبيعة. في الطبيعة توجد أحجار العقيق خام ليست مصقولة وليس لها جمال، غالبا تكون شفافة وتكون سطحها ملس ويكون ناعمة. أما الأحجار العقيق في البحر مع التصادمات البحرية مع الصخور يأتي طبقة ملساء ولامعة وجميلة، غالبا يكون فيها خطوط أو رسوم أو عيون كما تشوفوا في هذا الفيديو. نعم الأصدقاء، هذه تسمى بأحجار العقيق البحري. العقيق البحري. للأسف هناك قنوات تعرض فيها هذه الأحجار على أنها أحجار كريمة وعلى أنها أحجار نادرة، ولكن للأسف هو أحجار العقيق البحري. العقيق البحري يسمى بالعقيق الصولجان، يكون عنده صلابة عالية. نعم، صلابته عالية جدا. وعلى فكرة أنا أبحث فيه مدة 3 سنوات، وهذه القلادة التي أرتديها من العقيق البحري، صنعتها قلادة لنفسي. كذلك أنت إذا لقيت حجر عن طريق البحر كهكذا ممكن تصنع منه قلادات ومجوهرات وحلي. أصدقاء، بخلاصة القول، أحجار العقيق البحري تصنف من الأحجار شبه كريمة وليس من الأحجار الكريمة. إن بعض الناس يقول لك الله أنا لقيت حجر نادر، وأنتم تصدقون هذا الشيء للأسف. الحجر اللي بعده ألا وهو الجاسبر. الجاسبر صادفته في البحر. نعم الأصدقاء، صادفته في البحر وسجلت هذا الموضوع في قناتي الثانية. سجلته في هذا قناتي الثانية. البحر يعطي أحجار الجاسبر. الجاسبر فيه أحجار، البحر فيه أحجار الجاسبر تكون يعني رمادية، لونها رمادي، حتى هي صالحة للصقل مجوهرات وقلادات، وليس من الأحجار كريمة حتى هي من الأحجار شبه كريمة. هكذا توجد في البحر. كما أقول لكم الأصدقاء، للأسف
يعني في قنوات تعرض لكم أحجار البحث في الطبيعة أو لا في البحر، ولا يعطيكم معلومة قيمة، فقط معلومة كاذبة. البحر في بعض الأحيان تلقى فيه أحجار جميلة جدا، في بعض المناطق، ليس كل المناطق. هنا في المغرب غالبا هذه الأسماء ذكرتها هي التي توجد في البحر. على سبيل المثال توجد أحجار كنسموها أحجار بركانية على البحر. نوع أحجار بركانية هي التي يعني بالليل تدير فيها يعني الضوء وتعطي يعني لمعان، يعني تضوي بالليل. هي أحجار بركانية توجد على شاطئ البحر. نعم الأصدقاء، توجد على شاطئ البحر. هذه هي الأحجار اللي كتواجد على شاطئ البحر. ما تلقاش في البحر الألماس، لا يوجد في البحر ألماس، ولا يوجد ياقوت، ولا يوجد زمرد، ولا يوجد الأحجار النادرة التي أنت تعرفها. الألماس يستخرج من باطن الأرض، الزمرد يستخرج من مناجم، الياقوت نادر جدا، خصوصا ياقوت دم الحمام، ليس في البحر. والله أصدقاء، هذه القناة سوف تنشر كل الحقائق حول الأحجار الكريمة والنيازك بحول الله تعالى. عندما تعثر على هذه الأحجار وتجمعها وتأتي بها إلى المنزل، فماذا تفعل بها؟ هذا كثير تساؤلات تأتيني في الخاص. أنا جمعت هذه الأحجار، فماذا أصنع بها؟ من يشتريها؟ من يأخذها من عندي؟ سوف أقول لكم بكل صراحة يا أصدقاء، إذا عندك هذه الأحجار أنا أنصحك أنك تشتري هذه الآلة صقل الأحجار الكريمة. آلة صقل أحجار كريمة في بلادك أنت. كل الآلات صقل الأحجار كريمة هي جميلة، لازم تتعلم كيف تستخدمها. نعم، وتصنع منها قلادة. أنا أصنع منها قلادة. انظر، هذه قلادة من البحر جميلة جدا، أقدر أبيعها. هذه القلادة أقدر أنني أبيعها بثمن مناسب يناسبني ويناسب الجميع. حتى أنا أبيعها ب20 درهم عندي، يعني ما فيها بس، أنا أبيعها عندي ربح فيها. قلادة جميلة، وأي واحد يعني في الشارع ينظر إليها ويستغرب كيف هذه حاجة، تعطي فضول للناس. صدقوني أصدقاء، هذه الكلمة هو لك. أحجار البحر إلا بغيتي أنك تستفد منها وتبيعها لازم تسقلها على الخاتم أو قلادات أو حلي أو مجوهر، فقط تجمعها ولا أحد يشتريها. إلا صقلتها وخدمتها يشتروها من عندك أصحابك. نعم الأصدقاء، حاولت أتكلم باللغة التي يفهمها الجميع، لأن بعض الناس تقول لك أنا لا أفهم كلامك عندما أتكلم باللغة المغربية. حاولت أن أتكلم باللغة التي يفهمها الجميع كي يستفيد الكل بحول الله تعالى. وهذه الكلام اللي ذكرت لكم هو كلام صح أصدقاء. البحر لا يعطي تلك الأحجار النادرة التي تعرض كالملايين الدولارات في المواقع. شكرا، بارك الله فيكم. كل من يتتبعني في هذه القناة أنا أقول لكم جزاكم الله عنا كل خير، وترقبوا إن شاء الله بحول الله في حلقة آخرى. سلام الله عليكم.